السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم طيبه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عواشركم مبروكات، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وكاع داكشي اللي كتمناو ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم هاد الحليوه اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي بنينه بزاف، المكونات ديالها والمقادير ساهلين والطريقه حتى هي بسيطه، حلوه رافاييلو. وباش ما نطولش عليكم غادي نبدا معكم بالمقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده. انا استعملت زبده نوعيه جيده، زبده حيوانيه. الا بغيتوا تستعملوا زبده نباتيه ممكن، بشرط انكم تزيدوا واحد المعلقه ولا زوج ديال الزبده الحيوانيه باش هكا يجيكم المذاق بنين. هنا غادي نزيد واحد الكاس قله ربع ديال السكر الناعم، عبروا بالكاس ديال العنبه ولا نفس الكاس، خذوا به كاع المقاسات. وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت النباتيه. هنايا انا غادي نسم بالنكهه ديال البخاليني، وانتم تقدروا ديروا الفاني، تستعملوا النكهه اللي بغيتوا. بما ان هاد الحلوه غادي تعمر لداخل باللوز، فانا بغيت ندير النكهه ديال البخاليني، كيجي المذاق ديالها رائع. غادي نحرك هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، نخدم الزبده مع السكر مع الزيت، المهم هاد المكونات حتى ينسجموا لي ونتحصل على شكل كريمه، ونضيف باقي المكونات اللي بقاو. ودابا غادي نزيد كاس قله ربع ديال النشا اولا مايزينا اولا 80 غرام الا بغيتو تعبروا بالميزان. وغادي نخلط مره اخرى هاد المكونات مع بعضياتهم حتى هذيك المايزينا تدخل في هذيك الكريمه اللي تحصلت عليها. ومن بعد نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق ما كاينش كميه محدده بالضبط، على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم. كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين اللي لا، كتبقاو تزيدوا كاس بكاس. وفي نفس الوقت نتوما كتعجنوا الحلوه ديالكم، واحد اليد كتعجنوا بها وواحد اليد كديروا بها الدقيق. ملي تحسوا ان الخليط ديالكم ولا متماسك، العجينه ما خفيفه ما ثقيله، يعني ماشي جاريه وفي نفس الوقت ماشي قاصحه بزاف، متماسكه ما كتلصقش في اليد، كتكور عادي بسهوله. يعني عجينه اللي طريه. ها نتوما تشوفوا القوام ديالها كيفاش داير. صافي كتجمعوا العجينه. هنا غادي ندوز باش غادي نبدا نكورها. غادي نحتاج اللوز مقلي. هنا انا عندي 200 غرام ديال اللوز مقلي، ولكن ما غاديش نستعملها كامله، تقريبا ما استعملتش حتى النص. غادي نبقى ناخذ واحد الكميه ديال العجين صغيره هكا في يدي ونكورها. من بعد ندير فيها واحد الحبه ديال اللوز ونجمعها، نولي نكورها مره اخرى مزيان حتى تكور لي وتكاد. بالنسبه الا كنتو غادي تخدموا كوموند اولا بغيتوا الحلوه ديالكم تجيكم مقاده، من الاحسن انكم تعبروا بالميزان، ديروا 22 غرام حتى ل 24 23 غرام في الوحده، يعني في العجينه. ما بغيتوا تخدموها بطريقه عشوائيه كيفي انا، يعني عينكم ميزانكم، صافي كتهزوا واحد الكميه قليله ديال العجين وكتبقاو تكوروا. المهم انايا ما بغيتش نخدم الميزان، لان بصراحه كانت عندي الحجره ديال الميزان كامله وخدمت الحلوه غير عيني ميزاني. المهم كنستمروا بهذه الطريقه تنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. كنسخنوا الفران من قبل بطبيعه الحال. ملي كنبداو هذه المرحله ديال التكوار كنشعلوا على الفران شعلت عليه 150 درجه، شاعل غير من التحت. كندخلوا الحلوه للفران حتى تبان انها تماسكت وبدات تذهب شويه من التحت، وكنشعلوا لها من الفوق. ومن بعد كنطفيو عليها، ما خصهاش تحمر بزاف هذه الحلوه. هنايا غادي ندوب الشوكولات. انا عندي هنايا 400 غرام ديال الشوكولات، استعملت هذا ديال ميركادونا. غادي نزيد عليه واحد شويه ديال زيت المائده، قياس واحد 2 معالق كبار ديال زيت المائده باش نخفو. وغادي ندوب الشوكولات ديالي في ميكرووندا. الا بغيتو نتوما تذوبوه في حمام مريم اللي بغيتو، غير الا درتوه في ميكرووندا ردوا له البال، لان الشوكولات البيض في الساعه كيتحرق. هنا الحلوه من بعد ما خرجتها من الفران، هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا معايا. اللون ديالها غير كيذهب، ما خصهاش تحمر بزاف. وهذيك هي الكميه اللي عطاتني 125 غرام ديال الزبده. هنا غادي نحتاجوا الكوك وغادي نحتاجوا الشوكولات دايب. من بعد ما داب هو هذا، ممكن انكم تخدموا بديل الشوكولاته الا بغيتوا تعوضوا به هاد الشوكولاط الابيض. انا دائما الحلوه كنفضل نخدمها بشوكولاط يكون نوعيه جيده باش هكا يجي المذاق ديالها بنين اكثر. هنايا كنبقاو نهزوا الحبات ديال الحلوه وكنرميوهم في هاد الشوكولاط الابيض، كنغطسوهم مزيان، كنحاولوا اننا نحيدوا لهم كاع داك الشوكولاط الزائد، وكنفوتوهم في الكوك بهذا الشكل هذا. صافي وكنستفوهم في واحد الصينيه اولا بلاطو، وكنخليو هذيك الشوكولاط حتى تماسك وتشد راسها. وعاد تجمعوها، ما تجمعوهاش والشوكولاط باقي ما شادش راسو، لان غادي تلصق لكم على بعضياتها. انا غادي نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه، وغادي نخليها حتى تبرد كما قلت لكم وهذاك الشوكولاط يتماسك. وغادي ندوز نديرها في كويغطات. انا كيعجبني نديرها في الكويغطات. هذه الحلوه كيجي المنظر ديالها زوين اكثر، ولكن نتوما الا بغيتوا تقدموها غير هكاك يعني ماشي مشكل، راه حتى هكاك تقدروا تحطوها. غادي نستمر هكا تنكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو في الشكل النهائي.
هذه هي الحلوه من بعد ما ساليتها ودرتها في الكويغطات، كتجي اكثر من رائعه، بنينه بزاف وهشيشه. انا اكيده الا جربتوها غادي تعجبكم. الا ما كتبغيوش الكوك ممكن انكم ديروها في اللوز كونكاسي، كيف ما ممكن انكم ديروها في الكنافه. كاين بزاف اللي كيديروها في الكنافه، حتى بالكنافه كتجي زوينه، ولكن في الاصل الحلوه ديال رافاييلو كتكون بالكوك بما انه فيها ديك اللوزه لداخل. الا ما توفرش عندكم اللوز ممكن تعمروها لداخل بالبندق بالكاجو اللي بغيتو نتوما، على حسب داكشي اللي متوفر عندكم. اي مكسرات تقدروا ديروها فيها لداخل. هاد الحلوه واخا بسيطه في المقادير ديالها وسهله في طريقه التحضير، ولكن البنه ديالها يا سلام. كما قلت لكم راه الا جربتوها ما غاديش تشبعوا منها، غادي تعجبكم. هنا كيف العاده غادي نفتح معكم واحد الوحيده باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي دايره. هنا غادي نقسم هاد الحبه. هانتوما تشوفوا هذيك اللوزه كتجي لداخل، وفاش كتعضوا كتلقاو داك اللوزه لداخل مقليه، كتعطي واحد القرمشه رائعه. زائد ان الحلوه كتجي هشيشه كتذوب في الفم، زيرتوا عليها غير شي شويه كتفرتت غير بوحدها، هشيشه بزاف. هنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم.